السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة قد تبدو بسيطة بس لفتت انتباهي في زيارتي القصيرة ديت لماليزيا. إن أول يوم جاي بشتري حاجة، العملة بتاعتهم اللي هي الرينجت أو الدولار الماليزي، دي بتساوي تقريبا 11 جنيه وربع. الدولار الأمريكي بيساوي كام، 4.3 رينجت ماليزي. فبشتري حاجة تمنها 4 رينجت و60 سنت، فلقيت البياع بيديلي الباقي 20 رينجت، 20 و20 سنت، 40 سنت. ماشي. بعدها نفس الحركة بيديك فقلت مثلا يعني عندهم ال20 وال20، يعني الراجل ده ممكن ضميره صح، ما اعرفش يعني. احنا متعودين هتاخد بالباقي اديني بالباقي البان، على رأي امير عيد. او ما بيديكش الباقي اللي هي العملات الصغيرة ديت يعني. تاني يوم نفس الحركة بتتكرر، بيديك عملات الباقي بتاعك بالظبط، لغاية بتوصل ان هو بيديك عملة ب5 سنت. 5 سنت، انا قلت اصغر حاجة في العملات بتاعتهم كام، لغاية ما شفت ال5 سنت ديت. ويا دوبك في يومين جمعت العملات المعدنية ديت، وبيديك حقك بالظبط. لوح الأسعار المكتوبة إن شاء الله، حتى مثلا 5 رينجت و90 سنت، بيديلك الباقي بتاعك بالظبط. طبعا هم كلهم دول كده جمعت حوالي 7 رينجت، يعني مش قيمتهم المادية، بس يعني ده سلوك أنا شايفه محترم. خصوصا إن أنا شفته عند كل البياعين اللي اتعاملت معاهم بلا استثناء. بقالات كتيرة، صغيرة أو مطاعم كبيرة، أو مطعم في مول، أو محل في مول، مكان مختلف، مكان كبير، مكان صغير، كله بيعمل نفس القصة ديت، وكله عنده فكة. بيقولك ما عنديش ولا معرفش ايه. نصيحة تانية بقى قد تبدو مفيدة للي جاي ماليزيا: معظم البقالات ما بتديش أكياس بلاستيك، زي ماشيين على نظام ألمانيا كده عشان البلاستيك والبيئة وكده. فبتاخد حاجة كده زي المحترم، أو بتاخد معاك الكيس بتاعك أو الشنطة أو كده. يعني ديت أنا اشتريت دوريان، ما عجبنيش الطعم بصراحة، ما أكلتوش. بس كنت فرحان جدا إن هم ادوني الدوريان، كان دوريان متقطع في كيس. ده بقى في جيبي على طول أول ما أخش البقالة أو السوبر ماركت أو كده. غير كده بتشيل حاجتك كده زي الشاطر في ايدك، او بتبقى معاك الكيس الورق بتاعك او البلاستيك او زي ما يكون. انما البقالات ما بيدوش. وعلى حسب ما سمعت من اصحاب البقالات برضو، قالوا ان دي حاجة بالتدريج، ان هم ناويين مع الوقت اصلا ان ماليزيا تكون دولة بدون اكياس بلاستيك خالص. سواء محلات يعني محلات اللبس انا شفت بيدوا اكياس، او محلات الاكل بيدوا اكياس. فاللي سمعته من الناس هنا ان هم عاوزين يخلوا الاتجاه ده، ان مع الوقت تكون ماليزيا خالص، يعني خالية خالص من اكياس البلاستيك. دمتم بكل خير، واتمنى لكم اوقات سعيدة ان شاء الله.